عندكم لفة جلاش وعايزين تعملوا بيها حاجة جديدة ومش تقليدية، تعالوا بقى اوريكم احلى حاجة هتعملوها بالجلاش وكمان حشوة مميزة جدا وطعمه خطير. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. بجيب السوسيس وبقطعه دواير بالشكل ده، وبعد كده بجيب طاسة فيها معلقة كبيرة من الزيت، بصلة صغيرة متقطعة صغير، ملح وفلفل اسود، اشوحها كويس جدا. اول ما تدبل هنزل عليها بطماطمايه متقطعة صغير وقرن فلفل حامي متقطع صغير قوي، ممكن تستخدموا ده الفلفل الحامي فلفل رومي برضو بيبقى حلو جدا. وبعد كده هحط السوسيس واشوحه كويس جدا مع الخلطة دي، وفي الاخر بضيف 4 معالق كبار من الزيتون الشرايح، ممكن تستخدموا الاسود او الاخضر، واقلبهم مع بعض. بس كده الحشوه بقت جاهزه عندي. هسيبها بقى تبرد خالص قبل ما احطها على الجلاش. عندي لفه من الجلاش، هجيب اول ورقه وادهنها بخليط من الزبده والزيت، ادهنها كويس جدا علشان انا عايزه الورق بتاع الجلاش يبقى مورق وحلو. هحط عليها الورقه الثانيه والورقه الثالثه، وما بين كل ورقه وورقه لازم ادهن كويس قوي. بعد كده هبتدي ان انا احط الحشوه بتاعتي واسويها كويس جدا من كل الجوانب، وهنزل بقى بشويه كده من الجبنه الموتزاريلا، وهبتدي بقى ان انا اقفلها بكل سهوله زي الظرف كده. يعني بجيب الناحيه اليمين على الناحيه الشمال، وكل ما اجي اقفل ناحيه لازم ادهنها كويس جدا علشان الجلاش ما يفتحش مني وانا بحمر. بس كده الجلاش بقى جاهز عندي. هجيب طاسه ادهنها بسيط قوي بالزيت، الطاسه بتكون سخنه بس النار تبقى متوسطه، وهبتدي ان انا اقلب الجلاش بتاعي كده لحد ما يستوي من كل ناحيه ويبقى بالشكل التحفه ده. عايزه اقول لكم كان مقرمش جدا، وهوريه لكم كمان من جوه كان مورق وتحفه يا جماعه، كان خطير. الحشوه مميزه قوي، وطبعا تقدروا تحشوه باي حاجه بتحبوها، ممكن ميكس جبن بس وزيتون وفلفل بيبقى برضو حلو قوي. جربوه، انا واثقه جدا ان هو هيعجبكم. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.